السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا، سهلة كمان وبسيطة قوي. الفراولة طبعا موجودة اليومين دول بكثرة، فالنهاردة هنستغلها وهنعمل منها حاجة هتحبوها كلكم ان شاء الله، خاصة الاطفال. بصوا مكوناتها بسيطة ازاي. فراولة ضربتها في الخلاط. الفراولة دي على فكرة كمان فروزن بتبقى سهلة جدا، على فكرة نضربها في الخلاط وهي عصير بتبقى حلوة جدا. انا مش حاطه لها سكر، حاطه لها نص كوبايه سكر، دي هتتضاف ليها، ونص كوبايه من النشا. دي كل المكونات بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ محضره الحله بتاعتي. هجيب الفراوله كده واحط النشا واحط السكر، على طول بالويسك هنضربها وهي بارده، وبعد كده هرفعها على النار. بصوا بقى قلبناها حلو ورفعتها دلوقتي على النار. هتبصوا تلاقوا لونها بدأ يفتح شويه، اللون ده هيرجع تاني زي ما كان. اول ما تبدا على طول يعني النشا يختفي فيها وهي على النار. واحنا بنقلب كده ما نشيلش ايدينا، علشان النشا طبعا زي ما انتم عارفين بيبدا يلزق في القوام. بقى لفت ازاي هوريكم كمان القوام. بصوا القوام بتاعها، على فكره لو استنينا عليها كمان شويه هتبقى، عارفين الملبن؟ بس نفضل شويه كده ايه بنقلب على طول، ما يعني لمده ربع ساعه كده. هي بس شويه، ممكن حد يريح ايدينا ويقلب معانا. خلاص انا القوام بالنسبه لي كده تمام. بصوا القوام بتاعها، حبيت بس اوريهولكم في البدايه بيبقى كده. هنعمل ايه بقى؟ بصوا بقى، انا هجيب الكوبايات دي، اي كوبايات كده زي كده مثلا، كده بالشكل ده، وهعمل فيها ايه؟ هحط لها جزء بسيط من الميه كده، بس هديها كده تقليبه كده، هديها تقليبه كده وهرجع الميه تاني كده، وهرجع الميه تاني. هنبدا بقى كده في الكوبايات نحط الصوص الجميل اللي احنا عملناه مع بعض ده كده. هوزعه بقى في الكوبايات حسب ما يطلع معانا بقى، يعني الكميه اللي احنا ايه عاملينها نوزعها زي ما احنا عايزين. بصوا كده، هامله بقى كل العدد اللي احنا عايزينه من الكوبايات بس كده. وهنبدا بقى نشوف الكوبايات اللي احنا عاملينها ونحاول ننضفها لو فيها اي حاجه اهي كده، وهحطها في التلاجة. مثلا هنحطها عاملينها الصبح، هنبدا بالليل نكمل مع بعض ونشوف هنعمل فيها ايه. انا هسيبها في التلاجة فتره طويله، يعني مثلا هسيبها مثلا كام ساعه في التلاجة، عايزينها تبرد خالص وهنكمل مع بعض ان شاء الله الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، احنا سيبناه يسقع حلو في التلاجة. هنعمل فيه ايه؟ هنقلبه بس، يعني هنبدا بس بالراحه كده نسلكه كده، بس نكون في الاول يعني ايه حذرين واحنا بنسلكه عشان ما نكسرش فيه حاجه. وبعدين بقى هو ايه، هو هيطلع ان شاء الله بسهوله. بصوا بصوا اهو. انا عامله ايه بقى دلوقتي؟ جايبه جوز هند اهو، هحطه بس فيه كده، وهبدا اديله بس رشرشه بسيطه من جوز الهند كده، عشان اولا بيديله طعم وشكل حلو، وكمان في نفس الوقت بيبقى سهل معانا برضو واحنا بنقطعه. ممكن نحط سكر كمان، السكر طبعا مش سكر بودره، ممكن نحط له سكر مع كمان جوز الهند، هيديله برضو طعم حلو اكتر. وهعمل ايه بقى؟ هبدا اقطعه حلو جدا. كمان ممكن بقى كمان بصوا نعمله بجوز الهند حلو لو احنا حابين نملاه بجوز الهند. طبعا الطبق اللي احنا هنقدم فيه، وهنبدا بقى كله نقطعه بالشكل ده. بصوا حلو قوي على فكره، محبب كمان للاطفال جدا. لما يشوفوا الحاجات الفاكهه اللي عندنا عاملينها بالطريقه دي هيحبوها كتير. هقلب معاكم كمان الكوبايات الصغيره، برضو هتطلع معانا سهله جدا. هقلب بقى كمان دي برضو كده. بصوا روعه. برضو هنعمل فيها نفس الشكل، هناخد دي بس كده
نمسكها برضو كده كلها جوز هند كده، بتسهل معانا كمان الحركة واحنا بصوا بنقلب فيها، وبتديها طعم هايل. وهنمسكها برضو نقطعها بالشكل ده. بصوا حلو ازاي، هقطع لكم كمان قطع بالمعلقه بصوا، واحنا بنقطعه في منتهى الروعه. جميل جدا. كمان في رمضان على فكره ممكن نعمل الوصفه دي، نعملها بقمر الدين، نعملها بالبرتقال، انا عملتها في القناع صراحه حلوه جدا. طعم الفراوله كمان جميل جدا، جربوها هيعجبكم جدا ان شاء الله، يعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.